السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الميركاتو الشتوي الرهيب اللي عمله الأهلي لغاية دلوقتي في الأسبوع الحالي، الناس كلها عمالة تتكلم وعمالة تبالغ على موضوع الصفقات والمبالغ وإزاي الأهلي جاب الفلوس دي كلها منين وي وي وي. الكلام ده معروف مين مصدره. طبعا المنافس الوحيد للأهلي الزمالك. جماهير الزمالك بصفة عامة هي اللي بتحاول تهاجم الأهلي في حتة الصفقات والتكاليف والكلام ده. انتوا عارفين كويس قوي إن الأهلي ما بيصرفش مبالغ اعتباطا، ما بيدفعش كده في اللعيبه فلوس وخلاص. اي نعم ممكن تيجي صفقه او صفقتين مش اللي هم، ولكن برضو الاهلي بيركز كويس جدا قبل ما يصرف اي مليم على اي صفقه. الكلام بتاع صفقه تريزيجيه هتكلف الاهلي 7 مليون دولار. الارقام دي كلها طبعا تاليف وخيال علمي وفقا لكل التقارير والمواقع العالميه. الكلام ده ما بقاش سر، لازم الكلام ده بيتعلن رسمي على المواقع. تريزيجيه انتقل للاهلي مقابل 1,700,000 دولار، يعني ده رقم اقل من القيمه اللي كان نادي في مصر عايز يبيع لنا بيه جناحين محليين ما لعبوش ماتش دولي واحد. طبعا الكلام ده مقصود بيه نادي انبي اللي هو عايش الدور ومفكر ان هو اللعيبه بتاعته سوبر ستار. راتب تريزيجيه من النادي الاهلي بعيدا عن الاعلانات والامتيازات الاخرى اللي هيحصل عليها اللاعب من النادي هو راتب بعيد تماما عن الارقام اللي بتتقال. وراتب بالجنيه المصري لاعب زي بيرسي تاو كان بياخد ما يوازي 65 مليون جنيه في الموسم، وهو اقل كقيمه تسويقيه وكارقام وكتصنيف من لاعب زي تريزيجيه. وفي النهايه انت مش هتخاف على اوضه اللبس الاهلي اكتر من الاهلي نفسه. لا يا سيدي، طمن، كل حاجه معمول حسابها لتريزيجيه ولغيره كمان. بعد كده لما يجي يبقى خد بالك انت بس من لعيبتك. صفقة تريزيجيه هي أهم صفقة للاعب محلي كان ممكن يضمه الأهلي وما يتحطش في مقارنة مع لاعب تاني، ولكن هي صفقة للمرحلة اللي جاية. إنما في المرحلة الحالية لسه الأهلي بيسابق الزمن في قصة الأجانب. آخر كلام قلته إن لسه مفيش أجنبي خالص بشكل رسمي. صفقة تنتهي في الانتقالات في العالم كله اسمها دان ديل، يعني تم التوقيع مع اللاعب والاتفاق على راتبه، وتم إنهاء الاتفاق بشكل رسمي مع النادي على بطاقة اللاعب. قبل كده يبقى انت قريب من ضم اللاعب ما ينفعش نقول ضم دي. الاهلي بيتحرك في 2 اجانب بنفس القوة لحد اللحظة دي، والاتنين تم الاتفاق معاهم هما في قصة الراتب، ويتبقى حسم خطوة انديتهم صاحبة البطاقات للاعبين. الاهلي لو حسم الاتنين هيضم الثنائي، ودي رغبة كولر 2 اجانب. لو حسم واحد بس وفضلت الامور معقدة مع التاني هيبقى فرص استمرار معلول كبيرة رغم كلام وكيله وانه خلاص مش هيكمل في الاهلي. بالنسبة لاخر صفقة اللي هي المدوية بتاعت تريزيجيه، اللاعب الاكثر تأثيرا في منتخب مصر في ولاية حسام حسن ب8 مساهمات تهديفية، قيمته التسويقية 8 مليون دولار. هيكون اللاعب الاغلى في اي فريق داخل القارة، اللاعب المصري الوحيد اللي ممكن يتحط اسمه مع صلاح ومرموش. لاعب سوبر بمعنى الكلمة.